بحث وزير الشباب والرياضة نايف البكري في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الليبي لدى بلادنا إدريس أبو بكر سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال الشباب والرياضة. وخلال اللقاء الذي حضره نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجي، أشاد الوزير البكري بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وضرورة تعزيزها وتطويرها على مستوى البرامج والمشروعات في مجالي الشباب والرياضة وتبادل الخبرات والبرامج الشبابية والتدريب والتأهيل، موجها بهذا الصدد الدعوة لوزيري الشباب فتح الله الزني والرياضة شفيع الجوفي لزيارة بلادنا والعمل على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في مجالات الشباب والرياضة والمرأة والتدريب والتأهيل بين اليمن وليبيا. من جانبه أثنى السفير الليبي على الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية للنهوض بواقع العمل الشبابي والرياضي بما يلبي طموحات قطاع واسع من منتسبي الشباب والرياضة في البلدين الشقيقين. افتتح وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري في العاصمة المؤقتة عدن مبنى المكتب التنسيقي المتقدم لهيئة البحوث والإرشاد الزراعي بعد